الحارس انيس مختار. كرة طويلة، حميد ايت بودلال ترفعات الكرة، تدخل الدفاع عبد الحميد ايت بودلال. كرة خارج ارضية الملعب. شرط في ذات المنتخب الوطني المغربي اللي بدا بالتنافس اللي كيكون بين هاد المنتخبات العربية، والبحث دائما عن يعني امكانية تحقيق الفوز وتحقيق بحث عن امكانية تسديد دائما الكرة خارج ارضية الملعب. والركنية، هذه الركنية الأولى للمنتخب الجزائري في بداية هذا الشوط. كرة رأسية مشات فوق المرمى، محاولة كانت خطيرة. كرة بالرأس مشات فوق المرمى، ترفعات في القائمة الثاني. كرة بالرأس، تدخل تصل لسعد الحداد. من جديد كيسترجعوا اللاعبين ديال المنتخب منطقة الجزاء. الكرة بالرأس كانش متابعة. استرجع كرة منطقة الجزاء، فرصة تدخل دائما، خطورة متواصلة، والكرة خارج أرضية الملعب. الركنية لفائدة المنتخب الوطني المغربي انجلترا واوكرانيا. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ممتازة، تسديدة دائما، خطورة متواصلة وإبعاد الكرة. تدخل ممتاز لعبد الحميد ايت بودلال. مشات كرة في الجهة اليمنى للاعب علي معمر. حاولوا كرة في الجهة اليمنى، كرة بعيدة شيء المانع. علي معمر، ادم المختاري تسديده عرضيه، تدخل، والكره في الركنيه الثالثه لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظنا تدخل الحكم كيمنع خطا، الحكم يمنع خطا الحارس يونس بن شوش الذي كما قلت يمارس بالدوري البرتغالي. محاوله بحث عن امكانيه التمرير، تغطيه حاضره من عبد الحميد ايت بودلال اللي كيبعد الكره للركنيه. تدخل ابعاد الكره ثم الراسيه ديال سمير المرابط دائما لفائده المنتخب الجزائري. هذه اللعبه عرضيه، تدخل، والحكم كيعطي ضربه جزاء. كره كتلمس اليد ديال المدافع عبد الحميد ايت بودلال. اذا ضربه جزاء لفائده المنتخب يضيع. الكره ترتطم بالعارضه، تضيع هذه ضربه جزاء. الكره ترتطم بالكره في جهه هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. كيشوف لك التسلل انطلاقه ديال سعد الحداد كينتظر صعود كره القدم في الوقت اللي ناعم بيار الذي يمارس ادم مختاري. تدخل الكره في الركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي. اسيا، تدخل الدفاع، كره لفائده المنتخب الجزائري. تغطيه داخل منطقه الجزاء، ولكن الكره سهله. كان البحث على معاد الضحك، ولكن الكره اقرب للحارس انيس مختار. جزاء، فرصه، خروج الحارس انيس مختار كان اسرع في الكره الاخيره، وغادي ياخذ الوقت ديالو عاوتاني. حمزه كوتون تدخل الخطا، حتى الحكم المساعد رافع الرايه. تدخل كان امام اللاعب يعتري صدارة الترتيب 6 ديال النقاط ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية. المنتخب الجزائري خلال الجولة الأولى كان في راحة، الجولة الثانية تعادل مع المنتخب المصري بهدف لمثله، في حوزة ديالو الآن نقطة واحدة، كذلك يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية. المنتخب الجزائري سيدخل بالمجموعة التالية: أنيس محمد مختار في حراسة المرمى، باقي اللاعبين رقم 2 أسامة بن عطية، 3 عبد الحميد عصام، رقم 4 كيليان خليفة، رقم 6 جبريل صحراوي، رقم 7 كحيلي بن حامد، رقم 9 جواد ريان، رقم 10 زياد بلطيف، رقم 12 محمد زغادي، ورقم 13 فتحي الانيل. كيضم لاعبين اللي كيمارسوا ب جزاء. هذه فرصه تدخل وابعاد الكره. لاعب بن حامد كحيلي كسجل هدف المنتخب الجزائري من نقطه جزاء. مرابط كيسترجعوا اللاعبين ديال المنتخب الجزائري. تغطيه حاضره وخروج الحارس، كان تغطيه حاضره من طرف علي معمر وخروج. وصل 6 ديال المرات لكاس افريقيا. تبادل المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء، تسديده، تدخل الحارس، تأذى امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء. كيما هذه فرصه راسيه، دائما فرصه، تدخل في الوقت للحكم المساعد رافع الرايه، يقول بان هناك لمسه يد. كانت محاوله اخرى من اجل تسجيل الهدف الاول لفائده
لعبت الكره طويله، وهذو هما اللقاءات والمباريات ديال شمال افريقيا. كان هناك خطا معاذ الضحاك رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ابرز نتائج المستوى الافريقي. تعود المحاوله لفائده المنتخب الجزائري خطيره، والهدف هدف اول لفائده المنتخب الجزائري. كانت محاوله خطيره بواسطه لاعب محمد الزغادي الذي يتمكن من تسجيل الهدف الاول. كان هناك يمكن نقول انه كان فراغ على مستوى كره طويله، تدخل وابعاد الكره من طرف لاعب عبد السلام الاشرف. الجوله الاولى منتخب الوطني المغربي فاز على مصر بهدف واحد، وتونس انتصرت على ليبيا بهدفين لهدف واحد. الجوله الرابعه ستقام يوم السبت المقبل. منتخب الوطني المغربي يواجه منتخب ليبيا. هذه محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي داخل منطقة الجزاء، إمكانية التمرير، هذه فرصة رأسية لكن ما مشاش للمرمى. رضا علوي يمرر، فرصة تدخل الحارس أنيس مختار. اللاعبين ديال المنتخب الجزائري كلهم داخل منطقة الجزاء، فرصة رأسية، تدخل الحارس الرأسية مساندة، كيرفع الكرة. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي الرأسية، ولكن يعني فكرة كانت جيدة في الوقت غادي واجه تدخل وابعاد الكره. كان البحث على اللاعب ايمن ارقيق، تدخل للمدافع كيليان. هناك شد من الخميس، اعتقد انه كان هناك شد على اللاعب رضا العلوي، المطالبه بالفرصه. تدخل الدفاع اللي كيبعد الخطوره دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي ولكن ما وصلش الكره. ايمن ارقيق كانت الكره بالراس، ولكن وكان فاز المنتخب الجزائري بهدفين لا شيء. تدخل بالراس بعد كره تسديده ولكن بعيده. كيليان خليفه على منتخبات الفئات العمريه، كذلك اكيد اكاديميه محمد السادس لكره النتائج اكيد بالالعاب الاولمبيه الاخيره بباريس والمنتخب الاولمبي وتدخل الحارس. كانت الكره وسط المرمى وبالتالي كانت سهله عند الحارس انيس مختار. كانت متناسقه في الدور ربع النهائي. كذلك انتصار كان امام الارجنتين ومنتخب العراق بدور المجموعات. رفع الكره الراسيه، تدخل ابعاد الخطوره من جديد في يد المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب. تسديده لكن مشات في يد الحارس انيس مختار. تسديده كانت ليوسف حاول مره في اتجاه اللاعب علي معمر. تدخل الدفاع، استرجعوا الكره للجزاء، تغطيه وابعاد الكره. ضربه مرمى. كل منتخب يسعى لاستثمارات لعبة كرة مباشرة. تدخل الحارس يليس بن شاوش، خطأ في الوقت اللي كانت فرصة ومحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل كان مرابط، فرصة، تدخل وإبعاد الكرة. تدخل انيس مختار، نفذت بشكل جيد من سمير المرابط لعب الكره بشكل جيد. هنا تدخل ابعاد الكره وابعاد الخطوره، ركنيه لفائده داخل منطقه الجزاء الراسيه. دي فرصه، تدخل ابعاد الكره، خطوره متواصله وخم جزائري في نصف الملعب. هذه فرصه، رفعت الكره، البحث الراسيه، دائما الخطوره عند اللاعب المختار. تمريره، فرصه والهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي، واخيرا ايجاد طريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تمريره اللي كانت من ادم المختاري واللاعب محمد ياسير كي وضع الكره في الشباك، وهدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا قلب 4 دقائق على نهايه الوقت الاصلي. المنتخب الوطني المغربي يجد الممر، يجد اكيد الطريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تعبت الكره، تمرير ممتاز داخل منطقه الجزاء. لاحظوا الارتقاء اللي كان ديال سعد الحداد. ترجع الكره من ادم المختاري ومحمد ياسر في المكان المناسب، يضع الكره في شباك الحارس انيس مختار. اذا هدف لمثله عناصر الوطنيه. قلت بانه لو تامل بحظوظها، الثقه اللي اكيد لعبت بها كذلك المباراتين السابقتين امام المنتخب المصري وامام المنتخب التونسي، فاكيد لازم يكون الحل. وفرحه كبيره كما نتابع للطاقم التقني المساعد للمدرب محمد وهبي، وكذلك فرحه ديال محمد ياسر الزويري لاعب فريق فاميلكاو البرتغالي. اذا هدف لمثله بين المنتخبين. الحارس انيس مختار، كرة طويلة، حميد عيد بودلال، ترفعت الكرة، تدخل الدفاع
عبد الحميد عيت بودلال، كره خارج ارضيه الملعب، شرط في ذات المنتخب الوطني المغربي اللي بدا التنافس اللي كيكون بين هاد المنتخبات العربيه، والبحث دائما عن يعني امكانيه تحقيق الفوز وتحقيق بحث عن امكانيه تسديد دائما الكره خارج ارضيه الملعب. والركنيه، هذه الركنيه الاولى للمنتخب الجزائري في بدايه هذا الشوط، كره راسيه مشات فوق المرمى، محاوله كانت خطيره، كره بالراس مشات فوق المرمى، ترفعت في القائمه الثاني، كره بالراس، تدخل تصل لسعد الحداد، من جديد كيسترجعوا اللاعبين ديال المنتخب منطقه جزاء، الكره بالراس كانش متابعه، استرجع كره منطقه جزاء، فرصه تدخل دائما، خطوره متواصله، والكره خارج ارضيه الملعب. الركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي انجلترا واوكرانيا. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، ممتازه، تسديده دائما، خطوره متواصله وابعاد الكره، تدخل ممتاز لعبد الحميد عيت بودلال، مشات كره في الجهه اليمنى اللاعب علي معمر، حاولوا كره في الجهه اليمنى، كره بعيده شيء المانع، علي معمر ادم المختاري تسديده عرضيه، تدخل، والكره في الركنيه الثالثه لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظنا تدخل الحكم كيمنع خطا، الحكم يمنع خطا الحارس يونس بن شاوش الذي كما قلت يمارس بالدوري البرتغالي. محاوله بحث عن امكانيه التمرير، التغطيه حاضره من عبد الحميد عيت بودلال اللي كيبعد الكره للركنيه، تدخل ابعاد الكره ثم الراسيه ديال سمير المرابط دائما لفائده المنتخب الجزائري. هذا لاعب عرضيه، تدخل، والحكم كيعطي ضربه جزاء. كره كتلمس اليد ديال المدافع عبد الحميد عيت بودلال، اذا ضربه جزاء لفائده المنتخب يضيع الكره، ترتطم بالعارضه، تضيع هاد ضربه جزاء، الكره ترتطم بالكره في جهه هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، كيشوف لك التسلل، انطلاقه ديال سعد الحداد كينتظر صعود كرة القدم في الوقت اللي نعيم بيار الذي يمارس ادم مختاري تدخل الكره في الركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي. اسيا تدخل الدفاع، كره لفائده المنتخب الجزائري، تغطيه داخل منطقه جزاء، ولكن الكره سهله، كان البحث على معاذ الضحاك، ولكن الكره اقرب للحارس انيس مختار. جزاء، فرصه، خروج الحارس انيس مختار كان اسرع في الكره الاخيره، وغادي ياخذ الوقت ديالو عاوتاني. حمزه كوتون تدخل الخطا، حتى الحكم المساعد رافع الرايه، تدخل كان امام اللاعب يعتري صدارة الترتيب 6 ديال النقاط ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية. المنتخب الجزائري خلال الجولة الأولى كان في راحة، الجولة الثانية تعادل مع المنتخب المصري بهدف لمثله، في حوزة ديالو الآن نقطة واحدة، كذلك يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية. المنتخب الجزائري سيدخل بالمجموعة التالية: أنيس محمد مختار في حراسة المرمى، باقي اللاعبين رقم 2 أسامة بن عطية، 3 عبد الحميد عصام، رقم 4 كيليان خليفة، رقم 6 جبريل صحراوي، رقم 7 كحيلي بن حامد، رقم 9 جواد ريان، رقم 10 زياد بلطيف، رقم 12 محمد زغادي، ورقم 13 فتاحين انيل. كيضم لاعبين اللي كيمارسوا ب جزاء. هذه فرصه تدخل وابعاد الكره. لاعب بن حامد كحيلي كسجل هدف المنتخب الجزائري من نقطه جزاء. مرابط كيسجلوا اللاعبين ديال المنتخب الجزائري، تغطيه حاضره وخروج الحارس. كانت تغطيه حاضره من طرف علي معمر وخروج، وصل 6 ديال المرات لكاس افريقيا. تبادل المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء، تسديده، تدخل الحارس، تأذى امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء. كيما هذه فرصه راسيه، دائما فرصه، تدخل في الوقت للحكم المساعد رافع الرايه، يقول بان هناك لمسه يد. كانت محاوله اخرى من اجل تسجيل الهدف الاول لفائده. لعبت الكره طويله، وهذو هما اللقاءات والمباريات ديال شمال افريقيا. كان هناك خطا اعتقد، معاذ الضحاك رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ابرز نتائج
المستوى الافريقي. تعود المحاوله لفائده المنتخب الجزائري خطيره، والهدف هدف اول لفائده المنتخب الجزائري. كانت محاوله خطيره بواسطه لاعب محمد الزغادي الذي يتمكن من تسجيل الهدف الاول. كان هناك يمكن انه كان فراغ على مستوى كره طويله، تدخل وابعاد الكره من طرف لاعب عبد السلام الاشرف. الجوله الاولى المنتخب الوطني المغربي فاز على مصر بهدف واحد، وتونس انتصرت على ليبيا بهدفين لهدف واحد. الجوله الرابعه ستقام يوم السبت المقبل. المنتخب الوطني المغربي يواجه منتخب ليبيا. هذه محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي داخل منطقة الجزاء، إمكانية التمرير، هذه فرصة رأسية لكن ما مشاش للمرمى. رضا علوي يمرر، فرصة تدخل الحارس أنيس مختار. اللاعبين ديال المنتخب الجزائري كلهم داخل منطقة الجزاء، فرصة رأسية تدخل الحارس الرأسية مساندة، كيرفع الكرة. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي الرأسية، ولكن يعني فكرة كانت جيدة في الوقت اللي غادي واجه تدخل وابعاد الكره. كان البحث على اللاعب ايمن ارقيق، تدخل للمدافع كيليان مارا. هناك شد من الخميس، اعتقد انه كان هناك شد على اللاعب رضا العلوي. المطالبه بفرصه تدخل الدفاع اللي بعد الخطوره دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي ولكن ما وصلش الكره. ايمن ارقيق كانت الكره بالراس، ولكن وكان فاز المنتخب الجزائري بهدفين لا شيء. تدخل بالراس بعد كرة تسديده ولكن بعيده. كيليان خليفه على منتخبات الفئات العمريه، كذلك اكيد اكاديميه محمد السادس لكره النتائج اكيد بالالعاب الاولمبيه الاخيره بباريس والمنتخب الاولمبي وتدخل الحارس. كانت الكره وسط المرمى وبالتالي كانت سهله عند الحارس انيس مختار. كانت متناسبه في الدور ربع النهائي، كذلك انتصار كان امام الارجنتين ومنتخب العراق بدور المجموعات. رفع الكره الراسيه، تدخل ابعاد الخطوره من جديد فائده المنتخب الوطني المغربي عند اللاعبين. تسديده لكن مشات في يد الحارس انيس مختار. التسديده كانت ليوسف حولي مره في اتجاه اللاعب علي معمر. تدخل الدفاع، استرجعوا الكره للجزاء، تغطيه وابعاد الكره. ضربه مرمى، كل منتخب يسعى لاستثمارات لعبة كرة مباشرة. تدخل الحارس يليس بن شاوش، خطأ في الوقت اللي كانت فرصة ومحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل كان مرابط، فرصة تدخل وإبعاد الكرة. تدخل انيس مختار، نفذت بشكل جيد من سمير المرابط لعب الكره بشكل جيد. هنا تدخل ابعاد الكره وابعاد الخطوره، ركنيه لفائده داخل منطقه الجزاء الراسيه. هذه فرصه تدخل ابعاد الكره، خطوره متواصله وخم جزائري في نصف الملعب. هذه فرصة، رفعت الكرة، البحث الرأسية، دائما الخطورة عند اللاعب المختار، تمريرة فرصة والهدف. هدف تعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي، وأخيرا إيجاد طريق نحو مرمى الحارس أنيس مختار. تمريرة اللي كانت من آدم المختاري واللاعب محمد ياسير كي وضع الكرة في الشباك، وهدف التعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. إذا قلب 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. المنتخب الوطني المغربي يجد الممر، يجد اكيد الطريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تعبت الكره، تمرير ممتاز داخل منطقه الجزاء. لاحظوا الارتقاء اللي كان ديال سعد الحداد، ترجع الكره من ادم المختاري ومحمد ياسر في المكان المناسب، يضع الكره في شباك الحارس انيس مختار. اذا هدف لمثله عناصر الوطنيه، قلت بانه اللي لو تامل بحظوظها، الثقه اللي اكيد لعبت بها كذلك المباراتين السابقتين امام المنتخب المصري وامام المنتخب التونسي، فاكيد لازم يكون الحل وفرحه كبيره. كما نتابع للطاقم التقني المساعد للمدرب محمد وهبي، وكذلك فرحه ديال محمد ياسر الزويري لاعب فريق فاميلكاو البرتغالي. اذا هدف لمثله بين المنتخبين.